النهارده انا هقول لكم قرارات تاريخيه من كابتن محمود الخطيب للاعبي النادي الاهلي وجهاز النادي الاهلي. اول قرار معانا خصم 30% من الرواتب بتاعت اللعيبه. يعني اللعيبه هتاخد، يعني هيخصم منها 30%، وهيخصم برضو 25% من نسبه التعاقد بتاعت اللاعب. وكمان هيأخر، وكمان مثلا لا، هي مش هيأخر. مثلا هي دلوقتي المسافره، يعني الطياره مسافره لرادس يوم الجمعه، لا يخليها يوم الخميس علشان الجهاز الفني يعرف بقى يحلل اللعيبه والكلام ده، ولا هيحصل كل الكلام ده اصلا. يستر ده تحس مدرب ميكانيكي واقف على الخط. وبعد كده هيخلي سيد عبد الحفيظ وياسين منصور هم اللي ماسكين ملف الكوره في النادي الاهلي. بس انا عايز اعرف هو يعني سيد عبد الحفيظ هو جاي بقى له مثلا قصه مثلا في شهر ولا شهرين، بيعمل ايه؟ نفسي اعرف في الشهرين دول. يعني هو انت جيت دلوقتي مسكه دلوقتي، ما هو كان بيعمل ايه في الشهرين اللي فاتوا؟ انا لغايه دلوقتي مش فاهم. ويكون كده انت الفيديو بتاعنا تزوز تحط لايك واشتراك، وسلام.